عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا في كل مكان. في ناس كتير اليومين دول حاسة بالإحباط، ناس تعبت من الظروف، من الأسعار، من الغربة، من الكد، من وجع الأيام. بس اللي أنا هقوله النهاردة مش كلام سياسة ولا تنظير، ده كلام من قلب واحد مصري بسيط بيحب بلده بجد وبيحلم يشوفها في مكانة اللي تستحقها. كلنا تعبنا، أيوة، كلنا عدينا بفترة صعبة، أيوة، بس اللي مش شايف ان البلد دي اتغيرت فعلا يبقى مش مركز. اللي فاكر ان مصر واقفة مكانها يبقى محتاج يراجع نفسه. مصر رجعت لدورها الحقيقي، رجعت تبقى في النص. الكل بيحاسب حساباته، الكل عايز يقرب منها، حتى اللي بيهاجمها لانه شايفها بقت مؤثرة. وده مش انجاز بسيط انك تكون وسط عالم بيولع وانت واقف ثابت، ده معجزة مش مجرد سياسة. بس بقى الدور علينا احنا، علينا كلنا، مش على الحكومة بس، لان البلد دي مش بتقوم بقرارات فوق، البلد دي بتقوم بسواعد الناس اللي تحت. كل واحد بيشتغل، كل واحد بيحلم، كل واحد عنده فكرة او كلمة او حتى دعوة من قلبه. واللي حاسس بالاحباط اللي نفسه مكسورة، اقول له من قلبي معلش، شد حيلك، قوم تاني، بلدك محتاجاك، ومحدش هيبنيها غيرك. واللي فاكر ان النقد هو البطولة، واللي مش عايز يقول كلمة حق علشان خايف يتقال عليه متحول، احب اقول له مصر اكبر من اي خلاف، مصر اوسع من اي رأي، مصر تساعي الكل. احنا مش ضد النقد، احنا ضد اليأس، ضد اللي بيخلي الناس تفقد الامل وتكره البلد اللي ربتهم. كلنا عندنا مشاكل، بس ده ما يمنحش اننا شايفين ان اللي جاي احسن. وصدقوني والله اللي بيحصل دلوقتي جوه مصر اكبر من اللي بنشوفه بعينينا. في تغيرات في الفكر، في ترتيبات اولويات، في ناس بدأت تفهم ان الوقت جه اننا نبص لجوه مش لبره. التوقعات اللي جاية ان الدولة هتركز على الداخل اكتر، على الناس اللي محتاجة، على القرى، على الشباب اللي تايهة. وهيبدأ الكلام يتحول لفعل، لان المرحلة اللي جاية مش مرحلة وعود، دي مرحلة بناء حقيقي. وعلشان كده احنا هنا في جسر الامل مش بنتكلم علشان نكسب مشاهدات ولا علشان نرضي حد، احنا بنتكلم علشان نحاول نوصل صوتنا وصوت الناس اللي زينا. بنشتغل بامكانيات بسيطة، يمكن المونتاج مش احترافي ولا الاضاءة زي القنوات الكبيرة، بس عندنا قلب بينبض بالصدق، وعندنا حلم كبير، حلم ان البلد دي تبقى اقوى. فلو شايف اننا بنتكلم من قلوبنا، ادعمنا بلايك، بشير، بتعليق، قول للناس شوفوا الفيديو ده، مش علشان نكبر لكن علشان الامل يكبر فينا.
يا جماعة اللي بيحصل دلوقتي في العالم كله خطير جدا، بس اللي بيحصل في مصر مختلف. مصر مش داخلة عصر القوة بس، مصر داخلة عصر الوعي، ودي أخطر وأهم من أي سلاح. الوعي هو اللي بيخلي المواطن يعرف إزاي يختار، يعرف إزاي يفكر، يعرف إن البلد دي ليه فيها دور. وأنا بقولها من هنا، إحنا كشعب لو اتحدنا مفيش قوة في العالم تقدر توقفنا، وده انتوا شفتم. واللي شايف ان الحلم صعب يفكر اننا من سنين كنا بنحلم نحافظ على بلدنا، ونجحنا النهاردة بنحلم اننا نبنيها، وهننجح برضه وهنبنيها. مصر مش بلد عادية، مصر حكاية طويلة قوي من اول التاريخ لحد النهاردة. ودايما في كل مرة الدنيا بتضيق بتلاقي مصر بتفتح باب جديد للأمل. واحنا هنا من قناة جسر الأمل بنقولها بوضوح، البلد دي مش هتقع، البلد دي بتقوم كل مرة أقوى من اللي قبلها. خليك إيجابي، خليك جزء من الحل مش من المشكلة. اشتغل، احلم، اتكلم، ما تستهونش بالكلمة، لأن كلمة ممكن توقظ شعب، وكلمة ممكن تفتح باب جديد للحياة. قولها بثقة، أنا مصري ومؤمن إن بكرة أحلى. خليش حد يضحك عليك. دي كانت رسالتنا النهاردة من جسر الأمل، اللي بدأ بكلمة وهيكمل برسالة، وهيوصل بإذن الله لكل بيت في مصر، علشان الأمل عمره ما بيموت طول ما فيه قلوب بتحب البلد دي بصدق. إن شاء الله اللي جاي هيبقى أحسن، وهيبقى مستقبل كبير لأولادنا. وربنا يحفظ مصر وشعب مصر وجيش مصر العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.